يا أهلا وسهلا، ازيكم؟ أنا مروة ودي قناتي كوباية قهوة مع ميرو. الكراسي بتاعت السفرة عندك اتوسخت؟ الانتريه بقى شكله مش نظيف أو الركنة؟ تعالي بقى هقولك على خلطة من البيت هترجع الكراسي دي جديدة زي ما انتوا شايفين. أنا كراسي السفرة عندي شكلها كلها بقى بالمنظر ده، كلها بقع شوكولاتة وبقع قهوة وبقع من الأكل من ولادي. تعالوا شوفوا الخلطة السحرية دي اللي هترجع لك الكراسي جديدة زي ما انتوا شايفين. هاتي كوبايتين مية فاترين مايلين للسخونة شوية، وهتجيبي اي مسحوق اوتوماتيك بس يكون بودرة مش جل. المسحوق اللي عندك استخدميه. وهتجيبي كيس فانيش او كيس كلوروكس الوان المتاح عندك استخدميه، وهتنزلي بنص الكيس بس ما يكونش بودرة، يكون سائل. وهتنزلي بمعلقتين كبار من الكربونات. الكربونات دي بتيجي من عند العطار، احنا عارفينها طبعا بنستخدمها في حاجات كتير. هتنزلي بمعلقتين كبار او ممكن معلقة ونص، مفيش مشكلة، بس الكربونات مهمة، لازم تحطي كربونات. وهتنزلي بربع كوباية من الخل، ممكن تزودي برضو الخل عن ربع كوباية، بس ربع كوباية تكفي يعني للمهمة دي. هاتي معلقة بقى وابتدي قلبي الحاجات اللي انت حطيتيها على بعض، وجهزي معاكي ليفة ما تكونش خشنة قوي ولا ناعمة قوي، الليفة العادية بتاعت المواعين اللي بنغسل بيها الأطباق والكوبايات. أنا قلبت المكونات كلها مع بعض لغاية ما اتأكدت إن الكربونات بالذات ما عادتش موجودة ولا ظاهرة مع المية. هناخد بقى الطبق دوت معانا دلوقتي وهنحط الليفة جواه، وهنبتدي بقى نجيب الكرسي وهننزل عليه بمية بسيطة. هنخلي الليفة فيها مية بس مش مية لدرجة ان هي بتنزل منها مية، لا مية خفيفة. وهنبتدي نحط على الكرسي كله زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى هننزل بالليفة دي تاني في المية وهنعصرها بحيث ما يبقاش فيها تاني مية. وهنبتدي بقى ندعك الكرسي زي ما انتوا شايفين. انت اول ما هتحطي الليفة على الكرسي تأكدي انك مش هتشوفي ولا بقعة، الكرسي هيرجع جديد زي ما انت كنت جايباه في الاول. ما عدتش هتشيلي هم بقعة، وما عدتش هتقلقي من حتة ان في بقعة بتيجي في الانتريه، بقعة عندي في الركنة، كله هينضف. انا عايزه اقولك ان الكرسي الواحد اخد مني 5 دقايق او 4 دقايق، في ثواني الكرسي رجع جديد. مش هتحسي لا بوقت ولا يومك هيضيع زي ما انت متخيله انك عقبال ما تخلصي 6 كراسي او 8 كراسي هتاخدي لك ساعه او كلام من ده. مفيش الكلام دوت. انت الكرسي بالظبط هياخد منك 4 دقايق 5 دقايق بكتيره. وهنا انا قلبت الليفه علشان تشوفوا الكرسي مطلع ايه في الليفه. الليفة لونها فاتح، الليفة ابتدت تغمق من الحاجات اللي كانت على الكرسي وما كانتش كلها واضحة، كانت واضحة لنا بس البقع اللي كانت عليه. هتبتدي بقى تجيبي الفوطة اللي هتمسحي بيها الكرسي وهتنشفي بيها، هتحطيها في مية وهتبتدي تمشي على الكرسي مرة أو مرتين. وزي ما انتوا شايفين الكرسي رجع بالشكل دوت، الكرسي بجد رجع جديد. شوفوا بقى البقع اللي فوق على الكرسي نفس البقع اللي كانت موجودة على القعدة. بنمشي برضو بالليفة على الكرسي بنفس الطريقة لغاية ما نتأكد ان البقع ما عادتش موجودة، بس بنمشي بالراحة من غير مجهود. انت بتدعكي بس على الهادي عشان ما تجرحيش الكراسي برضو وانت شغالة. علشان كده انا قلتلك هاتي ليفة متوسطة، ما تكونش لا حامية قوي ولا ضعيفة قوي فما تنضفش معاكي. انت مش هتحتاجي مجهود على فكرة، الكراسي هتنضف معاكي بكل سهولة. وهنا نكون خلصنا الكرسي خلاص. هتجيبي المعطر اللي انت بتستخدميه لبيتك واللي انت بتحبي ريحته، المعطر الموجود عندك. انا المعطر ده لسه شايفاه نازل جديد قلت اجربه، بس طلع تحفة. ده ب50 جنيه. وهسيب لكم اسم المعطر دوت في اول تعليق عندي على الفيديو. زي ما انتوا شايفين تبتدي ترش المعطر والكراسي مندية. وهنا هوريكوا شكل الكراسي بعد ما خلصتها، شكلها كأنك لسه جايباها من المعرض حالا. وهنا انا برش الكرسي التاني برضو بنفس المعطر زي ما انتوا شايفين. ويلا نشوف الكراسي بعد لما خلصت شكلها بقى عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين الكراسي رجعت جديدة ازاي. بجد بجد اتمنى ان الخلطة دي تكون معتمدة عندكم لتنظيف المفروشات. وهنا ابتديت ادخل على الركنة
وهبتدي ادعك الاماكن اللي عليها بقع ظاهرة قوي في الركنة. زي ما انتوا شايفين، مجرد ان انا نزلت الليفة في المسحوق دوت وابتديت امشي بس على الركنة، مش هتلاقي اثر لاي حاجة، خصوصا بعد لما تنشف. هي دلوقتي مش ظاهرة معانا عشان لسه مبلولة، بعد لما تنشف مش هتلاقوا اثر لاي بقعة. ما خدتش مني كتير في الدعك، مرتين بس مش اكتر. مشيت عليها الليفة وابتديت اجيب الفوطة بتاعتي، حطيتها في مية وعصرتها جامد قوي، خليتها بس يا دوبك مندية، وابتديت امشي بقى على القطعة اللي انا لسه دعكاها، اللي ما خدتش مني اصلا مجهود، ما خدتش مني اكتر من 5 دقايق زي ما انتوا شايفين. اول ما خلصت الركنة فتحت عليها مروحة من 3 ل4 ساعات. اول ما هتنشف انتوا مش هتلاقوا اثر لاي حاجة كانت على الركنة، ولا مية ولا بقع ولا اي حاجة. ويلا بينا نشوف ايد الركنة، شايفين عليها بقع ازاي؟ من كتر السند عليها ومن كتر الاستخدام والضغط بقت عليها بقع ودهون. هنزل عليها برضو بالمية دي بس مش كتير، ببل الليفة وبدعك على مهلي، ما بضغطش جامد على الركنة، بمشي بس مجرد ان انا بحط المسحوق عليها زي ما انتوا شايفين كده. انا مشيت عليها مرتين بس، وبعدها جبت الفوطة وابتديت اجفف. بس عايزة اقول لكم ان ايد الركنة من الاماكن اللي ممكن تاخد وقت مننا عقبال ما بتنشف. يعني ممكن تاخد معانا مثلا 4 ساعات 5 ساعات، ممكن حسب كمية المية اللي انتي نزلتيها عليها، بس عادة بتاخد شوية وقت عقبال ما بتجف. بس ما تقلقوش، مجرد ان هي بتنشف هي بترجع جديدة زي ما كانت ويمكن احسن. زي ما انتوا شايفين كده انا بعيد عليها للمرة التانية عشان اتأكد بس ان انا اتمكنت من كل الاماكن اللي كان عليها بقع. وبجد يا بنات هتدعولي على الخلطة دي، لانها بجد خلطة رهيبة وخلطة مميزة لتنظيف المفروشات. ولغاية هنا اشوفكم على خير، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك.